بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة من مراسي أرميا النبي. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدام. سيج علي حتى لا أخرج، ضاعف ربطي ووثقي ووثق سلسلتي. أدعو فلم يستجب لي، وأصرخ إليه فلم يصر وصد صلاتي. سيج سبلي واغلق طرقي المسلوكة، فقلق جسم قوي، صار لي كأسد كامن في موضع مختف. طاردني وصرعني وتركني هالكا، أوتر قوسه وقامني هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال جعبتي، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النار كله. جرعني الحنظل وأسكرني من العلقم، هتم بالحصى أسناني وطعمني الرماد، وأبعد نفسي عن السلام ونسيت خيراتي. وباد أقنومي ورجائي من الرب. اذكر بؤسي وشقائي والأفسمتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا، وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه. لأن رأفاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رأفاتك لا تفرغ، هي جديدة كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذلك أرجو. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب هو للنفس التي تطلبه.
وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبا، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه. يجعل في التراب فمي لعله يجد رجاء. يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعييرا. ألا أن الرب لا يقسي عنه إلى الأبد، فإنه ولو واضع يترافع عليه ككثرة رحمتي، لأنه لم يصغر قلبي بل تواضع لبني البشر. ليذل تحت قدمي جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي. ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه، فما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب. فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب. ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق. التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أرى فأطرح. تركتنا في وسط الشعوب، ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا، فرفعونا ثم طرحونا. فحل بنا خوف وسخط، عيناي تسيل ينابيع مياه على سحق بنت شعبي. عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع راسي حتى تطلع الرب وينظر من السماء. عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة. قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقردوا في الجب حياتي، وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق راسي، وقلت أنه تركني عنه. صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، فسمعت صوتي. لا تمل أذنك عن طلبتي. في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب الأحكام نفسي وخلصت حياتي. نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي.
رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة علي. سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعون بي اليوم كله، وتحريك شفاء القائمين علي. وصرت تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر إلى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم، واطردهم بغضبك، وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث القدوس.